السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أحمد إبراهيم وأهلا بطلاب جريد 5، والنهاردة هناخد يونت 2 كونسبت 2 ليسون 1، وده أول ليسون في الكونسبت الجديد في يونت 2. فقبل ما نبدأ الشرح ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، تعمل لايك للفيديو توصله لأكبر عدد من اللايكات علشان زمايلك كمان يستفادوا. ويلا بينا نبدأ. وأول حاجة هناخدها إحنا كنا واخدين في الكونسبت اللي فات يعني إيه مطر، والستيت بتاعت المطر، وإن هم 3 ستيت: سوليد وليكويد وجاز. طيب إحنا عايزين دلوقتي ناخد حاجة اسمها describe and measure motor. عايزين نعرف إزاي بنعمل عملية describe أو measure للمطر. How is motor described and measured؟ أول حاجة إن ممكن نعمل لها describe عن طريق إيه؟ الcolor أو الشيب أو التكتشر أو السايز. كل الحاجات دي نقدر عن طريقها نعمل لها describe زي كده ما في الصورة قدامنا، أدي أهو الcolor أو الشيب وهكذا. طيب تاني حاجة by is state، هي solid ولا liquid ولا gas. يعني إيه؟ بص كده، دي ايه ووتر ودي ايه ووتر ودي ايه ووتر، بس هنا الووتر في حالة ايه؟ في حالة الليكويد، وهنا في حالة السوليد، وهنا في حالة الجاز. يبقى انا كده عملت ديسكرايب للمطر ولا لا؟ طيب كمان احنا بنقدر نقيس بقى، نعمل ميجر ل some properties of matter عن طريق ان احنا بنستخدم تولز معينة. طب زي ايه؟ زي البالانس، بنعمل له ميجر علشان، او البالانس ده بنستخدمه علشان نعمل ميجر عشان نقيس ايه؟ الماس. اهو بص كده، هو ده ايه؟ البالانس. اكيد احنا في مرة رحنا مع ماما كده الماركت ولقينا عمو بيوزن علشان يقيس الايه؟ الماس بتاعت الحاجة اللي احنا هنشتريها على ايه؟ على البالانس اللي هو الميزان. صورته كانت شبه ده. طيب تاني حاجة كمان الرولر to measure the length. هنقيس الطول اهو رولر. يعني مثلا احنا لو معانا بوك وعايزين نعرف طوله قد ايه، فممكن نجيب الرولر بتاعتنا ونقيسه. تمام. طيب الترمومتر ده بنقيس بيه ايه؟ او الثرمومتر ده بنقيس بيه ايه؟ التمبريتشر. يبقى الثرمومتر بنقيس بيه التمبريتشر اللي احنا بنقول عليه الترمومتر. الثرمومتر ده اما بنقيس بيه التمبريتشر، فاكر لما كنت تبقى صغنن وتتعب فماما تجيب لك ايه؟ تجيب لك الثرمومتر وتقول لك ايه؟ حطه تحت لسانك عشان نقيس درجة الحرارة بتاعتك، نعرف انت سخن ولا لا. يبقى نقيس ايه؟ التمبريتشر، وده شكله اهو زي ما هو في الصورة قدامنا. طيب تعالى بقى دلوقتي بعد ما عرفنا احنا ازاي بنعمل describe and measure للمطر، نخش على حاجة جديدة خالص، وهي ايه؟ التلات صور اللي قدامنا دول. التلات صور اللي قدامنا دول بيعبروا عن تلات أماكن مختلفة. أنا شايف هنا إن الجو ديزرت وطبعا very hot، وهنا شايفه كده كولد، وهنا شايفه كده ده في زرع كده وبتاع، ده شايفه كأنها رين فورست، غابة. طيب احنا عايزين نعرف الروف بتاع كل كلايمت. يعني ده توكس وده توكس وده توكس، ده أجواء وأجواء وأجواء مختلفة. عايزين نعرف الروف اللي بيتعمل للمباني اللي هنا دي بيكون مصنوع من إيه، وإيه الخصائص بتاعته، وبيفيدنا في إيه. طيب تعال نشوف. إحنا عندنا 3 بيئات مختلفة environment. عندنا ديزرت أول حاجة، الهوم اللي بيبقى موجود في الديزرت، وعندنا الهوم اللي بيبقى موجود في الكولد ويزر اللي هو الطقس البارد، وعندنا الهوم اللي بيبقى موجود في التروبيكال رين فورست أو رين فورست اللي هي في الغابات. طيب الماتيريال بتاعة الروف اللي هنعمله في الديزرت بتكون مصنوعة من إيه؟ made of strong stone. strong stone. strong stone. إيه strong stone ده؟ اللي هو حاجة كده بتكون معادن قوية جدا. تمام. طيب ده فين؟ في الديزرت. طيب ايه الخصائص بتاعة الروف الماتيريال ده اللي هو السترونج ستون؟ ده بيكون فلات. وايه تاني؟
protect the home from dust and dirt. يعني ايه؟ يعني بيحمي الهوم من ايه؟ من الدست والديرت. ايه الدست والديرت دول؟ اللي هم بقى الغبار والاتربه وكده. ليه؟ لان احنا في الديزرت في ساند كتير، في رمال كتير، في غبار كتير، في تراب كتير، فكل ده هيخش ايه؟ الهوم. فاحنا عايزين ما ندخلش الحاجات دي الهوم، فهو ده بيحميه. يبقى protect the home from dust and dirt. طيب ده بالنسبة للديزرت هوم. طيب بالنسبة للكولد ويزر هوم، بنعمل الماتيريال بتاعته من حاجة اسمها سيراميك تيلز أو سيراميك برايكلز. إيه هي السيراميك تيلز دي أو السيراميك بريكس؟ السيراميك تيلز أو السيراميك بريكس دي حاجة إحنا كلنا عارفينها. تعال نبص كده على الصورة. شايف البيت ده؟ شايف ال الروف بتاعه عامل إزاي؟ هو دلوقتي كده متغطي بتلج. احنا عارفين لو شلنا التلج ده هنلاقي تحتيه، هنلاقي حاجات كده حمرا كده راكبه فوق بعضها كده 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 كده. هي دي ايه؟ السيراميك بريكس او السيراميك تيلز. طيب دي بقى ايه الخصائص بتاعتها؟ it's selenited او inclined، يعني بتكون مايله مش بتكون فلات. عكس الديزرت هوم كان بيبقى فلات، لا هنا selenited او inclined. اهو بص فعلا فيها ميل كده، مش مستويه، مش فلات. طيب وايه تاني حاجه؟ protect the home from rains. ايوه فعلا هنا الامطار عماله تقع 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 كده 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 تسقط ايه؟ على البيت ده. طيب لو ما كانش ال الروف انكلايند، لو كان فلات كانت الايه؟ التلج ده هيتحوش فوق الروف ده، والامطار كلها تحوش فوق الروف وتبدا يبقى تقل على البيت وممكن ايه؟ يبوظ الروف خالص. طيب لكن لو هو انكلايند كده، هيبدا ايه؟ المطر هو نزل كده والتلج نزل كده، يقوم جاي ايه؟ متدحرج كده 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 واقع تحت، كده 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 واقع تحت. تمام؟ تمام. طيب الحاجة التالتة معانا أو الانفيرومنت، البيئة التالتة معانا الرين فورست هوم. ده بيكون made of leaves and sticks، اللي هو إيه؟ الخوص اللي إحنا بنقول عليه خوص وإيه؟ أوراق شجر وكده. طيب ليه بقى؟ أو بتبقى إيه خصائصها؟ دي it's selenited برضو، يعني فيها inclined يعني مايلة. أهو بص الصورة كده، أهو البيت أهو بص مايلة، بص مايلة، مش flatted. تمام. طيب ودي بتعمل إيه؟ it protects the home from animals getting inside. دي بتحمي البيت من ان الحيوانات ايه؟ تخش جواه، لان احنا عارفين ان في الرين فورست مليانه حيوانات، هي غابه اصلا. تمام. طب تعالى نقارن ما بينهم هم كلهم كده تاني. مين اللي بيبقى فلات؟ الديزرت بس هي اللي بتبقى فلات. مين اللي انكلاين؟ الكولد والرين فورست. طب ليه الكولد انكلاين؟ او ايه هي بتعمل كده؟ ايه؟ بروتكت ذا هوم فروم رينز. طيب وليه التروبيكال رينز بتكون انكلاين؟ علشان هي بروتكت ذا هوم فروم انيمالز جيتنج انسايد. طيب كل حاجه مصنوعه من ايه؟ الديزرت مصنوع من سترونج ستون، الكولد مصنوع من ايه؟ سيراميكال تيلز او سيراميك بريكس. طيب والرين فورست مصنوع من ايه؟ ليفز اند ستيكس. تمام. في ملحوظة كده عايزين نقولها مع بعض. بيقول لك the type of material used to make a roof depends on the climate. فعلا هي بتبقى معتمدة على ايه؟ على الكلايمت. لو انا في ديزرت لازم استخدم سترونج ستون ويبقى فلات. طب لو انا في كولد هستخدم سترونج ستون وهيبقى فلات؟ لا، هستخدم سيراميكال تايلز وهيكون ايه؟ انكلاين. طب لو انا تروبيكال رين فورست هستخدم ايه؟ هستخدم ليفز اند ستيكس وهيكون ايه؟ برضو سيلانيتد او كلاين. ماشي. طيب تعالى حاجة اتكلمنا عليها في اول السيشن، وانا عشان عارف ان انتوا بتحبوا نعمل جداول كده مع بعض، فتعالوا نلخصها مع بعضينا. بيقول لك everything around us is made of matter. تمام. الميجرنج ماتر دي each property of material can be measured by using special measuring tools. طب تعالى نشوف بقى الميجرنج تولز اللي قدامنا دول اسمهم ايه وبيقيسوا ايه. انا شايف هنا كده عبارة عن كب وفيها كده تدريج تدريج تدريج، فدي اسمها ايه؟ ميجرنج كب. طب دي بتقيس ايه؟ بتقيس الفوليوم، الحجم. يعني احنا نحط الميه هنا اهو، وهتيجي مثلا عند رقم 200، يبقى دول كده 200 ملي ميه ووتر. تمام. تعال نشوف اهو.
بتقيس الفوليوم، وهو دي ايه اسمها ايه ميجرنج كاب. طب اللينس ودول احنا خدناهم. في ايه ميجرنج تيب او الرولر. طبعا ده بيكون اطول شويه فهيقيس بيه حاجات اكبر، الرولر بيكون اصغر شويه هيقيس بيه حاجات اصغر، بس هما الاثنين بيقيسوا ايه اللينس. طيب الماس ايه اللي بنقيس بيه، او بنقيس بيه ايه او بنقيسه بايه بالبالانس. تمام، يبقى البالانس بستخدمه عشان اقيس ايه الماس. طيب هل البالانس قلنا بنشوفه فين؟ لما بنروح مع ماما الماركت نلاقي عمو بيوزن لنا الفيجيتابلز مثلا او الفروت باستخدام ايه البالانس عشان يعرف ايه الماس بتاعتها قد ايه. تمام. طيب فاكرين برضو ده؟ قلنا لما كنا بنتعب واحنا صغيرين فماما كانت بتجيب لنا الثرمومتر وتحطه لنا تحت لساننا وتقول لنا عشان نقيس ايه التمبريتشر فنعرف انت ايه سخن ولا لا. تمام. You may need to measure more than one property of material to determine if this material is the right one to use. أكيد طبعا الإجابة أو العبارة دي إيه؟ صح. تمام. دلوقتي إحنا خلصنا الليسون. تعالوا نشوف الواجب اللي علينا. ورك شيت 1 لكونسبت 2. في يونت 2 في أول حاجة 4 أسئلة true or false. بعد كده choose برضو 4، وفي write scientific term 4، وفي choose from A what's used from B. وبعد كده الإجابات أهي قدامنا. مش عايزك طبعا تروح تبص على الإجابة بعد كده تروح تحل، لا عايزك تحل الأول وتبص على الإجابة تعرف هي صح ولا غلط، وتستنى حصة الحل لما تنزل علشان تعرف كل سؤال احنا تعاملنا معاه ازاي وهو بيتحل ازاي. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واشوفكم الحصة الجاية. كان معاكم مستر احمد ابراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.